لو بقالك ايام مش عارفة تدخلي الحمام، الفيديو ده هيحل المشكلة دي في يومين بس. الامساك مش بس تعب، ده كمان بيعمل انتفاخ ووجع، ممكن يأثر على بشرتك وعلى نفسيتك. اول حاجة لازم تاكليها هي الخضار اللي فيه الياف زي الجرجير والخس والكوسة، دول بيريحوا البطن وبينضفوها حرفيا. تاني حاجة لازم اقولك عليها واستني واسمعيها كويس، الفاكهة، بس مش اي فاكهة. انهي فاكهة بقى؟ زي التفاح اللي بقشره، البرتقال، اهمهم كمان بقى وهي فعلا الكينج والسحر اللي بيخلصك من الامساك نهائيا، هي القراصية. لو اكلتي 2 قراصية بس الصبح شوفي الفرق الرهيب اللي هيحصل. تالت حاجة معاكي هي الزبادي او اللبن الرايب، وده لازم يكون معاكي دايما في شنطتك حتى لو انتي خارجة. ده بيظبط البكتيريا في بطنك وبيخلي الهضم اسهل واسهل. رابع حاجة لازم تعمليها، وهي كمان من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها في يومك، معلقة العسل على الريق او زيت الزيتون قبل النوم، او بتحطيه على السلطة في اكلك في الغداء. حاجات بسيطة بس مفعولها قوي جدا جدا. بس بقى انا جاية النهاردة علشان احذرك من حاجة مهمة قوي. خلي بالك، لو بتاكلي مقليات كتير او عيش ابيض هيفضل عندك امساك مهما عملتي. ممنوع عيش ابيض وممنوع المقليات. جربي الحاجات دي يومين 2 بس هتحسي بالفرق. ولو عايزة نظام كامل يريح بطنك نهائيا، اشتركي في القناة واطلبي مني النظام، وعلقيلي في التعليقات محتاجة نظام لعلاج الامساك. اول حاجة علشان الامساك كمان يبطل وما يجيلكيش من تاني ابدا، لازم تعملي حاجة بسيطة قوي وهي بتبدأ من الفم. تعملي ايه؟ تمضغي الطعام جيدا. لازم تفضلي تمضغي 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 الطعام، لان مضغ الطعام بيساعد جدا في هضم الطعام. ده اول حاجة بتحصل معاكي في يومك، انك تمضغي الطعام كويس عشان تسهلي عملية الهضم. بعد كده الطعام بينزل الى المعدة. المعدة فيها الحموضة بتبدأ الحموضة تاخد دورها في ان هي تهضم الطعام. بعد كده المرارة، وده صابون الامعاء. طيب ايه بقى يا دكتور انا ممكن كمان اخده ويبقى فيه سحر كبير قوي ويعالج معايا الامساك وكلنا تايهين عنه ومش عارفينه؟ تعالي بقى انا اقولك عليه. خل التفاح يا اموره، خل التفاح ده سحر كبير قوي، لازم يبقى موجود معاكي في يومك. لازم تشربي خل التفاح كل يوم. حددي ميعاد للاخراج كل يوم. لازم حمامك يبقى له ميعاد محدد كل يوم علشان تعودي الامعاء بتاعتك ان هي في الميعاد دوت هيحصل عمليه الاخراج، علشان يبقى الموضوع منظم معاكي وما يحصلكيش امساك ابدا. على فكره، انت مش اخده بالك ان الجيوب الانفيه لو تعبت برضو بتعمل لك امساك؟ هي حاجه بعيده عن موضوع الامساك، بس فعلا هو دوت اللي بيحصل. كمان ضعف النظر بيأثر على الإمساك، كمان الهمدان والاكتئاب وانتفاخ البطن والقولون وكمان الصداع. حاجات كلها أصلا ملهاش علاقة بالإمساك وما تخطرش على بالك، بس فعلا بتكون السبب. لازم تعالجي السبب الرئيسي عشان الإمساك يروح. الإمساك عبارة عن عرض مش سبب. لازم تمضغي الطعام جيدا، وزي ما قلتلك اوعي تنسي خل التفاح. كمان لو الغدة الدرقية عندك تعبانة او المرارة كمان تعبانة، كمان هيحصل لك امساك. لازم تاخدي في يومك الخس والبقدونس، وما تنسيش بقى الكينج بتاعهم الافوكادو. الافوكادو مهم جدا ولازم يبقى موجود في يومك. كمان ممكن تعملي خلطة رهيبة من بذور الشيا وتحطي معاها ليمون وميه دافيه والصبح كده تشربيها على غير ريق. دي سحر رهيب جدا في موضوع الامساك. واوعي تنسي الخضروات الخفيفه. لما بينقص عندك البوتاسيوم والمغنيسيوم بيعمل امساك، فلازم تاخديهم كمكملات غذائيه في يومك. لازم لما تيجي تدخلي الحمام وضعية الركب تكون أعلى من وضعية الحوض في الحمام، زي ما انت شايفة في الشكل ده كده، علشان يحصل ارتخاء للعضلة بتاعة المستقيم فتحصل عملية الإخراج بسهولة. لازم كل يوم تشربي 3 لتر مية. اوعي تنسي المية. المية هي سحر الرجيم دائما وعلاج للإمساك رهيب، والجسم بيحتاج المية لتليين الفضلات. الدهون تخلي المرارة تبقى مرتاحة اكتر. زيت الزيتون وزيت الخروع كمان ممتازين للامساك.
طيب بقى ايه ممكن اشربه كمان يا دكتور؟ تعالي وانا اقولك ايه المشروبات المهمة اللي هتاخديها وكمان هتريحك في موضوع الامساك اللي تعبك قوي ده. الكركديه الدافي، الليمون الدافي، النعناع، الجينجر، شاي الزنجبيل، القراصية سحر الامساك. واوعي تنسي القراصية، لازم تبقى موجودة كل يوم في تلاجتك القراصية، طلعي وتاكلي في الفطار وفي الغداء او حتى في العشاء. واوعي تنسي الرياضة، لازم كل يوم تمشي على الاقل نص ساعة، ده هيفرق معاكي كتير قوي وهيريحك. اشتركوا في القناة واعملوا سبسكرايب دايما، واعملوا لايك وشيروا الفيديو عشان كل الناس اللي تعبانة بجد من الامساك وبتعاني تشوف الفيديو وتستفاد، وغيرنا كمان يستفاد ويستفاد.